برج إيفل للبيع. بعد ما اتعرفنا في الحلقة اللي فاتت على طبيعة تفكير الراجل اللي باع برج إيفل مرتين، جه النهاردة الدور إن احنا نعرف هو مين أصلا وإزاي جات له فكرة بيع البرج. هو فيكتور لوستيج. الراجل ده كان في يوم قاعد بيقرأ الجورنال، شاف خبر ممكن لأي بني آدم يكون خبر عادي، لكن بالنسبة لمحتال محترف كان أمر مهم جدا. الخبر هو إن فرنسا كانت بتعاني جدا بعد الحرب العالمية، وإن حالة برج إيفل كانت بتعاني أكتر منها، وإن حتى فكرة طلاقه كانت فكرة صعبة جدا في الوقت ده. عيني لمعت، فاتصل بسرعة بستة من تجار الخردة، قال لهم أنا مدير إدارة لوزارة البريد والتلغراف، عايزكم في موضوع مهم، تعالوا قابلوني في فندق عريق جدا في باريس. بالفعل راحوا وقال لهم الموضوع سري جدا، الحكومة قررت إن هي تبيع البرج، بس اوعى حد يعرف من الصحافة، مش عايزين وجع دماغ. الأمر كان فعلا غريب لدرجة إن الستة من التجار ما كانوش كلهم مقتنعين بالفكرة دي إلا واحد. الموضوع ده لمع في دماغه هو كمان، لأن هو كان عنده نقطة ضعف، وحس إن هو لو اشترى البرج نقطة الضعف بتاعته دي هتتلاشى وتختفي. إيه هي نقطة ضعفه؟ كانت إن هو بيحس هو غير مهم، وإن هو مش مشهور في عالم المال والأعمال، وإن هو لو اشترى البرج هتختفي النقطتين السلبيتين دول في حياته. مين لاحظ نقطة ضعفه دي؟ فيكتور المحتال المحترف لعب عليها، وزود كمان في المكسب بتاعه، إن هو قال له أنا ممكن أخلي الصفقة ترسى عليك أنت لو زودت لي فلوس بره تمن الصفقة. الراجل قال له جميل جدا، وبالفعل عطاله فلوس الرشوة وفوقيها تمن الصفقة. وزي ما عرفنا في الحلقة الأولى إن بعد ما الضحية بتكتشف إن هو تم الضحك عليها بيكون فيكتور فص ملح وداب. الراجل بدل ما يروح يبلغ البوليس على اللي حصل له اتكسف جدا، وقال دي هتبقى حاجة محرجة قوي إن حد يعرف إن أنا اشتريت البرج. ده أغرى جدا فيكتور إن هو يرجع بعد شهر عشان يكرر عملية النصب دي مع تجار تانيين، بس هما المرة دي ما كانش فيهم حد عنده أي نقطة سلبية هو يستفيد منها، فبلغوا البوليس اللي كان مستنيه، بس هو للأسف نجح في إن هو يهرب منهم. بس اللي فيه طبع ما بيبطلوش، عمل عمليات نصب تانية كانت نهايتها إن هو اتقبض عليه وقضى بقية حياته لغاية لما مات في السجن. بيعوا له الصندوق اللي كان بيستنسخ الفلوس، ثم محاولته بيع برج إيفل مرتين، أمور غريبة ولكنها حدثت بالفعل.